جل البديع بذي الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا هو طبعا يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لنا على أن التمر يعني ثمرة غنية بالكربوهيدرات، غنية بالسكريات، غنية بالمواد النشوية، غنية بالفيتامينات، غنية ببعض الزيوت وبعض الدهون، غنية بالألياف، غنية بشيء من الماء. فبالنسبة لإنسان يعيش في الصحراء ممكن أن يعيش على التمر والماء يعني وجبة كاملة، أو التمر والحليب وجبة كاملة لفترة طويلة. فيؤكد على هذا المعنى. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن التمر يعني ثمرة يعني لا تفسد إلا بعد فترة زمنية طويلة جدا. يعني يمكن أن يبقى التمر لسنة كاملة، يعني دون يعني يجف ويصبح يابسا ويصلح للتخزين لسنة أو لأكثر من سنة. فيقول بيت ما فيه تمر، يقول يا عائشة بيت ما فيه تمر جياع أهله. يعني إذا أراد الإنسان أن يضمن لأهله الزاد المتوفر على مدار سنة عليه أن يخزن في البيت شيئا من التمر. وهذا صحيح، يعني التحليل الكيميائي للتمر يثبت أنه وجبة غذائية كاملة إذا أخذ مع الماء أو أخذ مع شيء من الحليب. جل البديع بذي الطبيعة أبهجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا